يعني يبدو ان هيكون خلال الساعات اللي جايه قد يتم اجبار حلمي طولان المدير الفني للزمالك على الرحيل. ليه؟ حصل اتفاق مع اعضاء مجلس الاداره النهارده ان يتم مناقشه حلمي طولان في الجلسه اللي هتبقى بكره ما بين كمال درويش وايمن يونس، ان يتم مناقشته في تخفيض راتبه من 150,000 ل 100 أو 75,000 جنيه. وبالتالي طبعا انت عارف ان في تربص من بعض اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك في الوقت الحالي بحلمي طولان، وكان لو تفتكر مش عارف ليه يعني هو الراجل واخد الكاس وعامل بطوله للزمالك وبعد فتره غياب عن بطولات، فالمفروض يعني يهدوا الدنيا ويساعدوه. بالعكس ده هم اللي خسرانين لو كابتن حلمي مشي، ان الراجل محقق بطوله، فهيبقوا في وضع محرج يعني. مش عارف. بص يا كريم، انا هقولها لك ان هناك مسؤول سابق، مسؤول كبير سابق بنادي الزمالك بيرغب في الاطاحه او بيضغط على مجلس الدكتور كمال درويش في الاطاحه بحلمي طولان باي شكل. وكان لو تم خساره كاس مصر طبعا كان اول قرار ما دي طبيعي يعني، لو خساره كاس مصر كان امر طبيعي وكان امر منطقي. لكن دلوقتي بعد ما كسب الكاس يعني مش مقبول اللي يحصل كده يعني. هم لجأوا لاسلوب تخفيض راتبه ومناقشته في تخفيض راتبه، علشان طبعا كابتن حلمي طولان هيرفض، وفي الوقت اللي حلمي طولان مصر على ان يكون معاه عقد او يوقع عقد خلال الفتره اللي جايه، وهو عامل حسابه على دوت. فدوت هيواجه بكره في اجتماع زي ما قلت لك ما بين حلمي طولان وكمال درويش وايمن يونس. ده امتى بقى الاجتماع ده؟ الساعه كام؟ بكره الصبح. الصبح ان شاء الله. بكره الصبح المفروض هيتم في قرارات لمجلس اداره الزمالك النهارده يا اسلام؟ ما زي ما بقول لك، هو الجلسه ديت هيتم تحديدها علشان يحددوا مكافآت اللاعبين، وفي نفس الوقت علشان ياخدوا موافقه مكتوبه من حلمي طولان على رحيل عمر جابر ومحمد ابراهيم. بالنسبه لمفاوضات حسني عبد ربه وابراهيم صلاح تم تاجيلها. فعلا في مفاوضات مع حسني عبد ربه ولا ده كلام جرايد؟ لا، في مفاوضات، ولكن تم تأجيلها لحين سداد المستحقات المتأخرة للاعبين الحاليين الخاصة باللاعبين الحاليين. افتكرت